الو، واحد اتنين تلاتة. الو، واحد اتنين تلاتة. تيست مايك، تيست مايك. شغال شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اصحابي واهلي والمجتمع والناس. الفيديوهات دي هتبقى بتتكلم عن تركيا والحياة فيها. فطبعا انا الفيديوهات دي مش هبقى محضر لها ولا حاجة، هتكلم كده عادي. انا جايب ورقة اهي فيها كام نقطة من النقط اللي هنقولها النهاردة، وان شاء الله هنكمل كده كل كام يوم ولا اسبوع بقى. ادعولي ونكتب شوية نصايح وحاجات ونعمل نصورها. مبدئيا كده، انا الفيديوهات دي زي ما بقول لكم مش هتبقى متحضره ومش هيبقى فيها شغل ولا حاجه، لانه يعني عادي. انا مش مستهدف بيها حاجه، وهنزلها على صفحتي الخاصه اللي هي بتاعه الهلس. بس باكد اللي عايز يشترك ما يشتركش في القناه دي، يروح يشترك في قناه التفكير في التفسير. هي دي اللي المفروض الناس تشترك فيها. هنتكلم النهارده عن تركيا. اول حاجه عايز اقولها انه انا بتكلم من وجهه نظري الشخصيه، مش بقول للناس ولا تعالوا تركيا ولا ما تجوش تركيا. تيجي او ما تجيش دي حاجه ترجع لك انت. انا هقول لك التجربه والمعلومات اللي اعرفها في حدود معلوماتي، وانت عليك ان انت تقرر. هنتكلم في السلسله دي عن السياحه والتعليم والشغل. ايه السياحة؟ اللي عايز يجي يتفسح يجي فين؟ ايه الاماكن الكويسة يعمل ايه عشان ما يضحكش عليه؟ ازاي يجيب تذكرة بأقل سعر؟ وهكذا. والتعليم بقى هتكلم فيها عن الكليات الكويسة، الدراسة ازاي تقدم، المنحة التركية، وهكذا. والشغل هنتكلم بقى فيه يعني بشكل مفصل. وانا قلت ان احنا نبتدي بالشغل النهاردة عشان اظن يعني ان معظم الناس هتبقى مهتمة بموضوع الشغل دوت. وده اكتر الاسئله اللي بتيجي على انه ازاي نيجي نشتغل في تركيا ونعمل ايه وبتاع وحاجات كده. فخلينا نتكلم النهارده عن الشغل. الشغل يا سيدي في نوعين. اي حد بيسالني بقول له انت عايز تشتغل في مجالك ولا جاي تشتغل اي حاجه؟ ففي شغل في المجال وفي شغل بره المجال. خلينا نبتدي النهارده بالشغل بره المجال. لو عايز تشتغل اي حاجه، اللي بيدور يسافر تركيا عشان يشتغل، يشتغل ايه ويعمل ايه. وان شاء الله ممكن الفيديو الجاي نتكلم فيه عن الشغل بقى جوه مجالك. لو عايز تشتغل في مجالك هتعمل ايه؟ فالشغل لاي حاجه دوت ممكن احط لكم في رابط الفيديو موقع اسمه موقع فرص العمل في تركيا. وهو في مواقع تانية يعني ممكن برضه بحطها لكم في الوصف. بتدخل على الموقع دوت هتلاقي ايه مطلوب للشغل. في ناس طالبه وظايف. وللمعلوماتكم برضو معظم الوظائف دي بتبقى مطلوب فيها ان اللي بيتكلم يتكلم عربي او انجليزي، مش شرط تركي. فهتدخل وتبص كده وتشوف ايه المطلوب. لكن بشكل عام خلينا اديلكم برضو فكره بشكل عام ان انت عشان تيجي تركيا يعني الاحسن انت تكون بتعرف تركي او بتعرف لغه تانية. لان معظم الشغل اللي هيبقى مطلوب كده ان انت تشتغله اي حاجه، في 3 حاجات انا كتبتهم يعني، ودول اكتر حاجات صدفتني ولقيت عنهم فرص شغل: الكول سنتر، والتدريس اللغات او الترجمه، والجرافيك والديزاين والحاجات دي. خلينا ناخد واحده واحده كده. وخلينا نبتدي باللغات والترجمه. اللغات والترجمه لو انت عندك لغه تانية او لغتين، ففرصه ان انت تيجي وتلاقي شغل هنا اظن انها هتبقى فرصه كويسه. لغات زي ايه بقى؟ طبعا الانجليزي رقم واحد، ان انت تكون بتتكلم انجليزي كويس. بس الانجليزي لوحده يعني مش كفايه، لانه في ناس كتير بتتكلم انجليزي. فيستحسن بقى ان انت يكون معاك لغة تانية جنب الانجليزي دي، زي الالماني. رقم واحد هنا في تركيا بيحتاجوا الالماني والاسباني والفرنساوي. فبالترتيب كده: الماني، اسباني، فرنساوي. ممكن تشتغلي باللغات دي. ممكن تدرس، يعني في هنا معاهد لتدريس اللغات، هتدرس للاتراك او لغيرهم. يا تدرس اللغة دي يا اما هتترجم، هتشتغل في ترجمتها. برضه يعني ده بيحتاجوا كتير هنا، سواء تدريس او ترجمة. طيب لو مش لغات يبقى كول سنتر. اكتر شغلانه موجوده هنا هي كول سنتر. كول سنتر في اي حاجه. يعني في هنا ناس بص بتشتغل كول سنتر عربي، كول سنتر انجليزي، كول سنتر اي حاجه. كول سنتر في ايه؟ كول سنتر في شركات. عندنا برضو هنا معظم الشركات اللي بتشتغل في اي حاجه دي، اللي هو انت عايز تشتغل اي حاجه هتلاقي عندك شركات السياحه اكيد، التجميل، مستشفيات التجميل، سواء زراعه الشعر، الاسنان، الحواجب، اي حاجه برضو. لان دي بتعتمد اصلا بشكل كبير على الناس اللي بتيجي من خارج تركيا، هي اللي بتيجي تعمل موضوع زراعة الشعر والحاجات دي.
فهم بيحتاجوا ناس تتواصل مع العملاء اللي هي من بره دي ويكلموهم بلغتهم ويحاولوا ايه يجيبوهم هنا. فممكن تعتبر ده شغل في المبيعات او شغل في التسويق او شغل في الناس اصلا اللي بتطلب انها تيجي، فبتحتاج ان حد يترجم لهم الكلام يعني وكده. وكمان شركات العقارات في هنا برضو، يعني زي ما انتم شايفين اهو الزلازل وكده، فالعقارات هنا بتتهد وتتبنى بشكل ايه دوري. فشركات العقارات برضو بتحتاج ناس تبيع بلغة تانية زي العربي والانجليزي، فبيحتاجوا ناس تشتغل في الشركات دي. وتسجيل الطلبة، الناس اللي جاية تسجل للدراسة برضو بتحتاج ان يبقى في شركات تسجيل، فانت ممكن تشتغل في شركات التسجيل دي، تواصل انت مع الطلبة اللي عايزين يدرسوا هنا بلغتهم وتقول لهم الدنيا فيها ايه وتجيبهم وتشتري، المكتب طبعا بياخد نسبة ويديك مرتب. اخر مجال هو المجال من المجالات المفتوحة جدا اللي هو الجرافيك، سواء بقى فيديوهات، مونتاج، مش عارف ايه، وتصميمات ولوجوهات والحاجات دي كلها. والشغل ده يعني مش بيعتمد على مكان معين، انت ممكن تشتغل وانت في مصر، تشتغل فيه هنا في شركات هنا بتطلب ناس اونلاين فريلانسر. و او برضو الناس اللي بتفهم في المجال دوت ممكن يجوا يشتغلوا هنا في شركات هنا بتطلب، والشغل موجود ومتاح وهكذا. ده كان اول فيديو، دخلنا دلوقتي في 7 دقايق وشويه، فكتير كده. خلينا نتكلم في الفيديو الجاي عن الشغل في مجالك بقى، لو انت راجل دارس في كلية ما وبتشتغل في مجالك الدراسي، ولو انت عايز تيجي هنا وتنتقل وتشتغل برضو في مجالك تعمل ايه. نتكلم ده في الفيديو الجاي، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة. طبعا كلنا شفنا اللي حصل في زلزال اللي حصل. يعني انا مش بعرف اتكلم في المواقف اللي زي دي، فممكن احط لكم في الوصف برضو، اللي عايز يساعد، اللي عايز يقدم اي مساعدات ممكن يدخل على الروابط اللي موجودة ديت ويساعد الناس. و مش عارف، ربنا يعدي الازمة دي على خير.